والوكيل ورجالته بيبدأوا الضغط من ناحيتهم أكتر. حتى جابر بتاع الكورة بيطلبوا منه يقول إن في ماتش بكرة وهيحصل فيه عركة، وإنهم هيفبركوا مشكلة كده حوالين الاستاد علشان الناس تصدق كلامه، وفعلا بيقول كده، لكن ابنه بيكون هو الضحية. وهنا الأستاذ يحيى وبنته بيبدأوا يهاجموا كل الناس اللي مع الوكيل ويوضحوا الحقيقة للجماهير، وفعلا الناس بتبدأ تسمعه، لكن الوكيل بيهكر حساباته وبيخلي الجانو تهاجمه. ومنتصر طبعا ما يعرفش ان نورة تبقى بنته، فبيتصل بيها وبيطلب منها تهاجم الراجل ده، لكن هي بتسمع منه. وفي الاخر بتفاجئه في لايف ان يحيى ده يبقى ابوها وانها فخورة بيه. وجلال بيفتح لايف وبيحكي على كل حاجة، وبيقول للناس انه قتل زينب. وساعتها الوكيل بيتكلم وبيقول لمنشاوي يهرب، وهو بيحجز اول طيارة على قبرص. ومنتصر بيعرف ان ابوه مات وهو غضبان عليه، وكل اعضاء الوكالة بيتقبض عليهم. وهنا بيخلص ملخصنا النهاردة. ولو وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات رأيك في توغل السوشيال ميديا في حياتنا ايه.